اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناه فلامينو، وان شاء الله تكونوا بالخير. من هو اول لاعب محترف تونسي؟ سؤال مهم جدا، سؤال باهي حتى لثقافتك الكرويه. شكون اول لاعب محترف عندنا في تونس؟ سؤال مزيان، يستحق انك تلوج، يستحق انك تبحث، يستحق انك تعرفه زاد. علاش لا؟ كيف تسال السؤال هذا على الكبارات ابائنا واجدادنا والناس اللي تتفكر، باش تلقى زوز اسامي ديما يذكرهم، العباد القديمه، العباد اللي تتفكر، العباد اللي تثبت. مش يقول لك بوجمعه الكميتي او المختار بن ناصف. احنا في الفيديو هذا باش نحكيو عليهم الزوز، باش نزيد نحكي على حسونه حاج قاسم، ثلاثه من اوائل المحترفين في تونس، في تاريخ تونس. اي سيدي، نبداو باللاعب الاول بوجمعه الكميتي. اللي يقول بوجمعه الكميتي يقول لك تحكي على استاد بيجا. اي نعم، استاد بيجا اسمه بوجمعه الكميتي بالطبيعه نسبه للاعب. بوجمعة الكميتي تولد في باجة ومش معروف تحديدا تاريخ ولادته، وتوفى سنة 1947، وهو لاعب كرة قدم تونسي. بدأ مسيرته مع الأولمبي الباجي، ثم انتقل 1933 للعب مع الأمل الرياضي بتونس. بعد ذلك وقع مع النادي الإفريقي وشارك معه في ربع نهائي كأس تونس ضد الترجي. لاحقا انضم إلى النادي الرياضي الصفاقسي وبلغ معه نصف النهائي. فما شكون يتساءل ويقول شنو هتخلوي لعب هكا ولعب هكا؟ ما تنساش نحكيو على 1933 ونحكيو على الثلاثينات ونحكيو على الاربعينات من القرن الماضي. معناها الكوره ما كانش فما احتراف، مش كيما تو. ايوه، سافر بعد ذلك لفرنسا لاحتراف كرة القدم، ولعب خلال تلك الفترة مع نيس موسم 36-37. الموسم الموالي لعب مع سانت إتيان اللي صعد خلال وجوده معه للدرجة الأولى، وموسم 38-39 لعب مع كولمار. خلال الحرب العالمية الثانية عاد لتونس والتحق بالاتحاد الرياضي الباجي. الاتحاد الرياضي الباجي، مش الأولمبي الباجي، الاتحاد الرياضي الباجي فريق آخر اضمحل. وعام 1947 رجع لفرنسا ولعب مرة أخرى مع فريق كولمار، لكنه توفى في نفس العام ودفن هناك. ويحمل ملعب كرة القدم في مدينة باجة اسمه تكريما له. اللاعب الثاني اللي باش نحكي عليه اللي هو حسونة الحاج قاسم، المعروف بحسونة كاسام أو كاسام حسونة في فرنسا، من مواليد 26 نوفمبر 1926 بمدينة بنزرت، وهو لاعب كرة قدم تونسي انشط خلال أربعينات وخمسينيات القرن الماضي. لعب في خط الوسط مع نادي لونس ونادي لو هافر في فرنسا، وبدأ مسيرته مع النادي الرياضي البنزرتي قبل سنة 1950، ثم انتقل إلى نادي لو هافر ما بين 50 و54، وبعدها فريق لونس من 54 ل 58، ومن بعد رجع لو هافر مرة أخرى من 58 لسنة 60، وحقق خلال مسيرته عدة ألقاب، أبرزها الفوز بكأس فرنسا سنة 59 مع لو هافر، والتتويج بتحدي الأبطال في السنة نفسها، إضافة إلى لقب بطولة فرنسا للدرجة الثانية سنة 1959 مع نفس الفريق. اللاعب الثالث اللي باش نحكي عليه اللي هو المختار بن ناصف، اللي تولد يوم 4 سبتمبر 1925 في مدينة بنزرت، وبرز مع فريق قرش الشمال، حيث لعب للفريق الأول بين عامي 41 و 47، وتوج معه ببطولتين متتاليتين في موسمي 44-45 و 45-46. يعد من أبرز المدافعين الذين أنجبتهم الكرة التونسية، وربما الأفضل على الإطلاق، كما برز أيضا في مجال التدريب وتألق على رأس المنتخب الوطني لعدة سنوات. لم يمر تألقه مع سيابي دون أن يلاحظ، وسرعان ما ذاع صيته. ونظرا لتواجد العديد من الفرنسيين في تونس آنذاك، تم انتدابه من قبل نادي أولمبيك مارسيليا سنة 47، الذي أرسل وفدا إلى بنزرت خصيصا لضمه، لكنه لم يمكث في مارسيليا سوى 3 أيام فقط قبل أن يتم اختطافه من طرف نادي نيس، حيث قام رئيس بلدية نيس ورئيس النادي بنقله إلى المدينة وإخفائه في مدينة كان المجاورة. يعني بلغة الكرة، أولمبيك دو مارسي ونيس يتعاركوا عليه اللاعب هذا، ورئيس بلدية أصلا رئيس البلدية بتاع نيس هو اللي مشاله بالذمة، خاطفه وخباه في مدينة كان باش يمضي مع فريق نيس، على أساس هو مشى لفرنسا باش يلعب مع مارسيليا. وقضى كامل فترة تتفاوض بين مسؤولين الناديين هناك قبل أن يتمم انتقاله إلى نيس، حيث لعب 17 موسم وكان أحد أعمدة الفريق، وحقق معهم عدة ألقاب مما جعله هدفا للعديد من الأندية الفرنسية الكبرى. فريق نيس تلقى العديد من العروض باش يضموا المختار بن ناصف، وعطاته إعارة لموناكو، وعدى موسم أكثر من ناجح مع فريق موناكو اللي خلى نيس تسترجع في آخر وقت. قالوا لهم رجعوا لنا متاعنا، حبت تاخذوا موناكو، لكن نيس رفضت رفضا تاما، وقالوا لهم ندمنا أصلا إنه عطيناه لكم إعارة. وفي نهائي كأس فرنسا سنة 54 برز المختار بن ناصف بتصديه الحاسم لمحاولة تسجيل من اللاعب المغربي العربي بن مبارك، الذي رفع الكرة فوق حارس نيس بمقاسية مذهلة، لكن بن ناصف كان له بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز نيس وتتويجه باللقب. Sans arrêt. L'égalisation paraît inévitable, mais un retourné acrobatique de Gonzalez sauve la situation. Une tête de Carniglia en fait autant in extremis.
Les Niçois sont sauvés. وصلت أصداء مسيرته الاحترافية في فرنسا إلى تونس، وعند عودته سنة 60 توجه مباشرة إلى يوغوسلافيا في بعثة رسمية لدراسة التدريب في بلغراد، حيث قضى 5 سنوات وتحصل على الدبلوم الفيدرالي في التدريب لكرة القدم. رجع لتونس سنة 65 وتولى الإشراف على المنتخب الوطني لمدة 3 سنوات متتالية كمدرب ولاعب بين سنتي 65 66 ثم من 67 إلى 68. ومن أبرز إنجازاته قيادة المنتخب إلى المباراة النهائية لكأس أفريقيا للأمم سنة 65. وتوفى المختار يوم 24 أوت 2006. ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم، ووحدك انت تنجم تعرف شكون هو اول لاعب احترف، لانه فما اللي يقول حسونه حاج قاسم لانه هو مشى لوهافر وقتها في الديفيزيون الاولى، بوجمع الكميتي وقت اللي مشى لنيس كانت في الدرجه الثانيه لكنه صعد مع سانتيتين. المهم وحدك فسر وخلي رايك في كومنتير، اكيد جدا مهم جدا. وكانك اول مره تمر على القناه ما تنساش هذاك الفولو العزيز الغالي. الى اللقاء، نلتقي في فيديوهات قادمه. و